ماليزيا أرخص أماكن التسوق اللي ممكن تشوفها سواء كنت طالب أو سائح. في عندك خيارين، اما التسوق العادي هو انك تجي محل وتشتري اي شيء انت محتاجه، او التسوق الاونلاين. التسوق العادي هو نفس التسوق المعروف، الفرق الوحيد انه الماركات اللي بتلاقيها في اي مكان هتلاقيها في ماليزيا لكن بسعر ارخص من الاماكن الثانيه. اما التسوق اونلاين فبكل بساطه من جوالك، عندك موقعين شوبي ولازادا، هذول الموقعين هم اكثر موقعين ممكن تلاقي فيهم اي شيء ممكن يخطر في بالك. الحلو في هذول الموقعين انهم يوفروا اي شيء ممكن يخطر في بالك وباسعار ارخص من التسوق العادي. اما من ناحيه الجوده فاطمن لانه اكبر المتاجر يبيعوا بضائعهم من خلال هذول الموقعين. لا، والحلو اكثر انك تقدر تشتري بضائع من الصين عن طريق هذول التطبيقين وبيوصلك الطلب خلال 10 الى 14 يوم ماكسيموم. اما بخصوص الاسعار فعلى سبيل المثال اللابتوب اللي راح تشتريه من ماليزيا ب 600 دولار هو نفسه راح تشتريه من مصر ب 970 دولار 1000 دولار، وراح تشتريه هو نفسه من السعوديه ب 1300 1400 دولار. وعلى سيره اللابتوبات، اذا انت مخطط تدرس هندسه في ماليزيا اكيد انك حتحتاج لابتوب بمواصفات عاليه، لهالسبب نحن ننصحك انك تشتري اللابتوب بعد ما توصل ماليزيا مو قبلها. لهالسبب نحن بنقول